حقيقة سنة وليست بواجبة على الإنسان. وعند كده هنروح في الاتجاه ده وهنقول له لا، اشتري العربية بتاعتك نظر للظروف اللي انت عايزها، ثم انوي في نيتك أنه متى ما تيسر لك عمل هذه العقيقة فعلتها، وإن انت لو ما قدرتش تعمل العقيقة فانت بتخبرهم ان انتم محتاجين تعقوا عن نفسكم عشان الإنسان مرهون بعقيقته، بحيث ان لو واحدة منهم بعد ما كبرت بعد فترة من الزمان بقى عندها مال يمكنها ان تعق عن نفسها، يمكنها أن تعق عن نفسها وأن تتبع عن نفسها فيما بعد، وأن هذا ليس بالوجوب عليك ما دمت لست بقادر، إنما أنت الآن اشتري سيارتك وحل حالك وحل أمورك، وبعد كده إذا ما تيسر لديك مال فينبغي عليك أن تعق عنهم إن استطعت. طيب أخذ أم كريم من السعودية. السلام عليكم يا أم كريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير يا فندم. اتفضلي. معلش انا هسأل حضرتك سؤال سريع. انا والدتي متوفية من 10 سنين، بس قبل ما تتوفى انا عايشة بالسعودية ومتجوزة هناك. عملت لها دعوة وقعدت عندي لمدة سنة، وخلال السنة انا حججتها. هي توفت وهي في بالها ان الحجة مش مقبولة لان لا من مال جوزها ولا حد من ولادها، في حين ان هم ما كانوش يملكوا المال اللي يساعدها على انه يطلعوا الحج. يعني حججتيها من مال زوجك؟ من مال زوجي، انا وهو طلعنا بيها نحججها. طيب وحججناها. في حاجة تانية الحقيقة، أنا عندي كتاب اسمه ملخص الدعاء، كل يوم بعد صلاة المغرب أو الظهر مرة في اليوم بقراه. هو في البداية النية، وبعدين الفاتحة وسورة ياسين، وبعدين دعاء بالتقرب من الله، وبعدين طلب شفاعة الرسول وبعض الأدعية. هل الأدعية دي فيها آيات قرآنية زي مثلا وسيكفيكهن الله وهو السميع العليم؟ أولا عايز أعرف معنى فسيكفيكهن، وبعدين اللهم ألم لي قلوب أعدائي كما ألمت سيكفيكهم الله، وهكذا. فهل الكتاب ده موثوق فيه؟ الحقيقة أنا الكتاب ده لقيته بيوزعوه على أحد الأموات يعني وأنا بأدي واجب العزاء، فهل الكتاب ده يشفي أو إنه يغني لأنه فيه عن جلب الشفاء ورد الضائع والمفقود والأشياء كثيرة جدا، وهل اني اقراه مره واحده ورا كل صلاه واجب انه اقراه، رغم ان هو كتاب كبير شويه بياخد مني اكثر من ساعه وانا مش ملة ابدا، بالعكس بحس بشعور روحاني كبير جدا. فهل الكتاب مفيد؟ هل الدعوات دي ممكن الله يستجيب ليها؟ واطلب بس منكم الدعاء، ولادي في الخارج بيتعلموا، فادعوا لهم في الايام المفترجه ان ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله، امورهم يا رب ويبعد عنهم ولادهم. اللهم امين. كل الناس اللي بيتفرجوا علينا النهارده وكتر خيركم على هالبرنامج. كتر خيرك انت، كتر خيرك حضرتك اصلا. حماده. السلام عليكم يا استاذ حماده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضل. والله ممكن اسال بس حضرتك سؤالين في الدين بس؟ طبعا اللي انت عايزه، اتفضل. في واحد كان خاطب واحدة وبعد فترة اتضح ان هي حامل منه، فما حكم الدين؟ ده حكم الدين في ايه يا استاذ حماده؟ يعني واحد على علاقة بواحدة ولا جواز؟ ده خطوبة يعني ما تمش بينهم قران يعني؟ لا ما تمش منهم عقد قران ولا تم اي حاجة. كان في وعد بجواز منهم؟ طب خد راحتك معاه بقى يا شيخ اشرف. كان في وعد بجواز من وليها يعني؟ كان في وعد جواز خطوبة تم يعني. كان في وعد بالزواج وبعد كده انفصلوا من الخطوبة وهوب لقيتوا البنت حامل. فالسؤال ايه بقى دلوقتي؟ عاوزين نعرف بس حكم الدين في الموضوع ده. حاضر نجاوب حضرتك. يعني طيب نجاوب ام كريم الاول. دلوقتي هي بتتكلم ان هي حججت والدتها باختصارا يعني من مال زوجها، هل في ده شبهه ولا في اي حاجه؟ لا ليست في شبهه، دي انسان ممكن ياخد حاجه هديه من حد، بس هي بتقول هي توفيت وفي نيتها ان دي مش ست، هي مش بتاعتها انها القبول. ست عندها احساس عالي، حساسه قوي. وست من السيدات اللي هم بتوع الزمن الجميل المحترمين اللي ما يحبوش يتقلوا على حد. يعني ست فيها صفات كويسه، صفات طيبه، فهي شعورها الداخلي. لا انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم ده ليه علاقه لا يمنع من القبول، لا يمنع من القبول، ده شيء كويس. ده سؤال عايز اساله لحضرتك، هو سؤال برضه، هو شعوري ان انا صليت صلاه وهي مش مقبوله، او ان انا حجيت حجه وفيها غلط، او ان انا اي حاجه فرض عملتها واحساسي من جوه انها مش مقبوله، ده يقلل منها ولا انا المفروض اطمع في رحمه ربنا؟ اقول لحضرتك الشعور ده قد يكون صحي وقد يكون مرضي. قد يكون هذا الشعور صحي اذا كان المقصد منه ان انت يعني قصرت في حق الله وفي جنب الله سبحانه وتعالى في هذا العمل ونفسك تعمل الاحسن منه. قد يكون مرضي اذا كان بقى ده مستمر في كل حاجه، بقى كل حاجه شايف انها غلط. لا يعني خد بالك حضرتك، انا بتكلم في نقطه صغيره قوي. ساعات اصلي مثلا صلاه احس ان انا ما كنتش منتبه فيها كويس، ما كنتش يعني ده شعور صحي ممتاز. لا مش على الشعور،
على قبولها وانا في نيتي تاني ان انا هعيدها تاني في وقت تاني كده ضيعت يعني كاني صفرت العداد فاهمني؟ لا ما صفرتش. ما هو ده هي تقصد كده هنا. لا ما صفرتش العداد ولا حاجه، ده بالعكس، انما كده سقطت عنها فريضه الحج وسقطت عنك الصلاه حينما صليتها، سقطت عجباني مش عجباني مش مهم. لا مش قصه، القبول عند الله سبحانه وتعالى. لا يعلم احد حتى لو كانت نيتي ان انا هعيدها لو كانت نيتك وما قدرتش اعيدها، ما هتعيدها ليه؟ ما هو ما ينفعش تبقى ليك نيه انك تعيد الا اذا كنت تركت ركن متعمد وانت عارف ان الصلاه باطله، لكن انت اديت كل اركانها خلاص ما فيش نيه للاعاده. تمام، الله ينور على حضرتك. نعم. طيب بالنسبه بقى زي ما انت سمعت معنا الكتاب اللي هي بتقرا منه وده بيفتح موضوع كبير الحقيقه يعني ياخد وقت، لكن انا الحقيقه الكتاب انا ما اعرفوش والايه بس وانا ما رضيتش اسالها عليه عشان حتى ما اعملش فتنه. ايوه نعم. ولكن الحقيقه يعني اذا كانت هذه ايات من القران الكريم او ما الى خلافه لا باس به، لكن هذا ليس بواجب ان تقراه بعد كل صلاه، ليس بواجب ان تقراه بعد كل صلاه. يعني في ناس، خليني اقولها لحضرتك برضه بطريقه ثانيه، في ناس بياخدوا اوراد ورد ايوه يا جماعه، يعني اوراد، يعني يقول لك انا هقرا الورد الفلاني النهارده الصبح او بالليل او ده بيبقى ملزم ليا على انا طبعا في الورد انا مش هقول انه حرام ولا حلال، لان اقول الناس بتقرا قران مثلا او بتقرا ادعيه او مش هتقدر تقول الناس ده حرام الا اذا كان في حاجه بدعه او كده. لكن انا بتكلم في قضيه انه بقى فرض عليا ده، ولو ما عملتوش وانا مقصر ولا ايه، وهل فعلا ان بيقول لك قضيه بقى الاخطر هل الايات دي لطلب الشفاء او لرد ضائع او شوف بقى حضرتك الورد ده احنا عندنا حاجه، عندنا اذكار الصباح واذكار المساء، ده ورد ثابت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله في اذكار الصباح والمساء، والاحاديث وارده فيه طويله جدا واوصانا بيها وسنه ان احنا نعملها. من قال اذا اصبحت اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله، باقي الحديث بيقول اللي يقوله مره يبقى اعتق ربعه من النار، مرتين يبقى نصه من النار، 4 مرات يبقى اعتق نفسه من النار كلها. فاذا هناك احاديث طويله يقول سبحان الله بحمده 100 مره، لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 مره. كل هذه الاذكار المعروفه لدى كثير من عامه السواد الاعظم من المسلمين ربما يكونوا يعلمونها. ده في القرآن في نص فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا الورد ثابت لازم نحافظ عليه في الصباح وفي المساء. طيب لو سقط عني في الصباح ينفع ان انا اقوله في المساء، لو سقط في المساء ينفع اقوله تاني يوم. برضه من الاوراد الثابته ان لو عندي جزء قران في اليوم او 3 ايات يعني ده بياخد حكم السنه. ياخد حكم السنه وياخد حكم السنه. السنه بقى تقضى ولا تقضى قولين للفقهاء في هذه المساله، وده مش مجالنا. لكن انا عايز اقول ان هي لو في واحد محافظ على ورد دايم وبعدين سابه في ليله يعمله في اليوم الثاني، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده قيام الليل في كل ليله فترك قيام الليل في ليله من الليالي فصلاه بعد طلوع الشمس اليوم. ده حضرتك كده اسست القاعده جميله قوي. نعم. لكن اللي هي قالته كتاب زي ده مثلا، هي برضو قالت في ايه تقرا الفاتحه سوره ياسين دعاء طلب شفاعه لا باس يعني. لا باس، لكن انا قناعتي في ان هي الحاجات طلب شفاء او يعني ان اقرا ايات معينه لحاجه معينه ده وارد. ممكن ينفع يعني، ممكن يبقى شيء عادي جايز يعني ان انا اقرا كذا او اكل حتى بنيه الشفاء او ادعو بنيه الشفاء ماشي. لكن انا عايز اقول حاجه يعني نخرج من القصه دي، كل واحد يا جماعه يقول اللي جواه ربنا ويكلم ربنا بالصوره اللي يقدر عليها. والدعاء مش لازم يبقى له صيغه مش لازم احنا نقعد نحافظ على نمط معين او نمط معين، لان انت لو فتحت الكتاب برضه يا اختي الكريمه ممكن انت تفتح الكتاب يضيع الخشوع وانت بتقري وبتركزي. لا ده انت لازم يكون كل تركيزك كل شعورك وانت ساجده لله رب العالمين تكون مع ربنا سبحانه وتعالى، فتقولي اللي جواكي بقى بهذا الشعور. نعم. طيب استاذ حماده انت سمعت معانا والوقت خلص، بس يعني ليس لدي اجابه في هذا، فهذا زنا صريح لا باس فيه، وانا ما اقدرش اقول فيه اكثر من هذا زنا صريح ما دام ما احنا طبعا صححنا سيكفيكهم الله دي احنا صححناها. نعم. انما ده بالنسبه له ده زنا صريح ما فيش فيه كلمتين في هذا، وهذا يعني هو عشان كده انا سالته هو السؤال في ايه يعني، ما هو زنا، ما هو معروف انه زنا كده. هنرجع بقى لحد من المشايخ المقربين عشان ما ينفعش على ملأ نقول الحكم كله كاملا، هنرجع ان المشايخ المقربين يحاول يحل الموضوع بالحكمه، لكن هذا هو زنا بس خلاص، واللي جاي ده هذا من سفاح ان ما عقدش عقد ولا اي حاجه لم يتم العقد. ما ليه سالته في وعد بالزواج؟ لو كان حصل كنت عايز اقول لو الولي يعني كنت عايز اجيب له مخرج يعني عايز ادور له على مخرج يعني شرعي يعني لو كان في وعد ما خلاص ما هو سابها، انت حضرتك قلت انه سابها يعني، لكن لو كان في وعد بزواج وان كان في اتفاق وان هو حط ايده في ايد والدها وان خلاص شكل من اشكال الزواج شكل من اشكال بتاع، وممكن بقى احنا نبدا بقى نوثق بسرعه العقد ويتم، لكن انت بتقول انه سابها. هو قال لي كده يعني سابها، انا بقول لحضرتك يعني سابها يعني، فده معناه ايه يعني؟ معناه ان موضوع خلاص منتهي وفارغ عن هذا الكلام. فهو هذا الخطأ انا عايز اقول بتتحمله البنت بنسبة 90%، لان القرآن الكريم لما ذكر في افتتاحية سورة النور بدأ بالزانية ولم يبدأ بالزاني، قال الزانية والزاني فاجلدوا، فبدأ بالمرأة اولا.
وهي برضه يعني الختام بالكلام في هذا. لا طب اختم لنا بقى بالختام بحلقتنا اللي خلاص حلقتنا خلصت. عايز اقول ان احنا في العيد، عايز اقول ان احنا في العيد، وعايز اقول ان احنا محتاجين نوسع عن اولادنا في العيد، عايز اقول ان احنا محتاجين نخرج اولادنا بره ونخرج زوجاتنا، عايز اقول ان لو واحد مخاصم زوجته يصالحها النهارده، عايز اقول ان لو واحد مخاصم ابوه امه اخته اخوه جاره جارته لازم نصطلح. وانا واجب عليا في العيد ان انا اخرج مراتي واخرج عيلتي. انا بقول عشان الناس تتعلم. وانا فاهم. يعني دي حاجه حلوه، حاجه كويسه، مش الناس يقول لها وتخرجوا ليه والدنيا لا، لازم نخرج ولازم نتفسح ولازم يبقى في توسعه في العيد ولازم يكون في هذا. وطبعا الثواب